تعليقي على ازمه فتوح. فتوح مش مركز في الكوره، ولا هيركز في الكوره، ولا هيحقق اي حاجه، لان هو خلاص دماغه مش دماغ كوره. انت عايز يحصل لك ايه اكتر من اللي حصل لك؟ انت كان ممكن بسبب ازمه تقضي بقيه عمرك كله في السجن، ومع ذلك ربنا اداك فرصه تانية وسترها معاك وحاول يعملك بني ادم تاني، وانت مصمم ما تبقاش بني ادم. فخلاص طالما انت مصمم ما تبقاش بني ادم، روح شوف حاجه تانية غير الكوره. انا عامه فاقد الامل في لعيب زي فتوح، لان انا مش هقعد طول حياتي. انا زهقت من الجمله بتاعت ده لعيب موهبه، ده حرام اللي بيعمله في نفسه، ده لو يركز في الكوره. ما تركز يا عم في الكوره، امال هتركز في ايه؟ هو انت تعرف تعمل حاجه غيرها؟ انتوا ولا بتعرفوا تقروا، ولا بتعرفوا تتكلموا، ولا بتعرفوا تعملوا حاجه. للاسف كلمه وهفضل اقولها، ان لعيبه الكوره في مصر شبعت. لعيب بيلعب سنه واحده بيشبع فلوس، ممكن سنه واحده تامن له مستقبله لمده يعني لنهايه الدنيا. فما بقاش عنده شغف ان انا اقاتل، وان انا اوصل لحلمي، وان انا استمر في الانجازات عشان خاطر اوصل للي نفسي فيه واعمل فلوس كتير. يعني زمان عشان كان اللاعب يعمل فلوس كتير كان لازم يعيش مثلا 7-8 سنين في التوب ليفل علشان خاطر يأمن مستقبله. لكن انت دلوقتي ممكن تبقى قاعد على الدكه وما بتلعبش وبتاخد لك 50-60 مليون جنيه، فتحس ان اللعيبه خلاص بلعب سنه سنتين ومش عايز، انا خلاص دماغي مش في الكوره. يا عم انا امنت مستقبلي، يا عم ايه كوره ايه وقرف ايه ومعسكرات ايه. عشان كده دايما هتلاقي مواهب كتير امثال فتوح وصالح جمعه وعبد الله جمعه ولاعيبه كتير قوي، لو فضلنا نقول اسماء مش هنخلص منهم. تلاقي اسماء كتير من دول بيضيعوا مستقبلهم عادي جدا، لانه خلاص وصل للي عايزه، وصل للماده اللي هو عايزها. فانا ليه اتعب بقى؟ معيش حياتي يا عم بقى، وانا اعيش حياتي كام مره؟ ما تركز يا عم في الكوره يا عم، ولما تعتزل وابقى اعمل اللي انت عايزه. اقسم بالله لعيبه مريضه.